يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ادم ابراهيم وفيديو جديد. فيديو النهارده اقسم بالله ده اهم فيديو انا هعمله على القناه بتاعتي كلها. انا ما اعرفش الفيديو كام دقيقه او هيكون كام دقيقه، بس اوعدك انك هتخرج منه اقسم بالله فاهم كل حاجه وفاهم الفكره اللي انا عايز اوصلها لك، واوعدك انك هتستفاد. دايما كنت بقول لك اقفل الفيديو وروح ذاكر. انا اول مره مش هقول لك انك تقفل الفيديو وتروح تذاكر، لان الفيديو ده اقسم بالله يكون اهم فيديو انا هعمله على القناه عندي. لو انا اقدر امسح كل الفيديوهات واثبت لك بس الفيديو ده وما اصورش اي محتوى تاني، هيكون الفيديو ده اهم فيديو انا عملته عندي على القناه. بدايه كده هقول لك على شويه حاجات عشان نكمل بقيه الفيديو مع بعض. هدفي ان انا اقول لك تكمل معايا الفيديو اقسم بالله مش عشان اي حاجه خالص، ده عشان انت تستفاد. اقسم بالله ان الفيديو ده متوقف من عليه الربح، تمام؟ مش هيبقى عليه اقسم بالله ما هكسب منه ربع جنيه، تمام؟ عشان نكون فاهمين وعشان نعرف ان الفيديو ده مش تحفيزي ومش هدفه ان انا اقول لك شويه حاجات، لا، انا هدفه حاجه تكمل معاك الحياه كلها. انا واحد عنده 21 سنه، يعني اكبر منك بثلاث سنين اعتقد او حاجه، فانا عندي الوقت والكفايه ان انا اكون فهمت شويه حاجات لما كنت في سنك ما كنتش قادر افهمهم. التعليم عندنا في مصر للاسف اخدنا من الابتدائي فجاه لقينا نفسنا في ثالثه ثانوي ما اتعلمناش اي حاجه، ما كانش عندنا الرفاهيه اللي احنا نتعلم اي حاجه تانية. وقتنا الفاضي كان قليل جدا. لك من حته قدام شويه مش بعيد عنك والله، بس يعني اللي هو هقول لك على شويه حاجات كان نفسي افهمهم وانا في ثانويه عامه، ولو كان حد قالهم لي اقسم بالله كانوا هيفرقوا معايا جدا. فكمل معايا الفيديو وان شاء الله مش هتندم. معظمنا ودي الحاجه اللي احنا اتربينا عليها، ان احنا لما بنغلط، تمام، بس بعد ما نكون قطعنا في السكه شويه، مثلا عدينا شهرين او ثلاثه، اول ما بنقع بنحاول لما نبدا نلم كل اللي فاتنا في يومين. ودي اكبر حاجه غلط، وعقلنا مش قادر يستوعبها ولا قادر يتماشى معاها. لكن لو فهمتها صح وبدأت من غير خوف، صدقني هتلمها، والأول مرة هتكون بتعمل حاجة صح في حياتك. وصدقني اللي بيكسب في ثانوية عامة، ومش ثانوية عامة بس، اللي بيكسب في حياته عموما هو اللي بيبدأ ذكاء، مش لما يقع يبدأ بحاجة غلط. يعني لما تيجي تبني ما ترميش الأساس غلط، يعني الأساس لو اتعمل غلط كل حاجة هتقع بعدها. اقسم بالله ده ما كلام تحفيزي خالص، ده كلام هنفهمه مع بعض في الفيديو. بس عشان تبدأ بعقل وتبدأ صح لأول مرة، لازم تفهم الاول انت مين وايه اللي واقع منك بالظبط. انت مين دي مش كلمه بقولها لك كده، لا، كلمه هفهمك والله مع بعض. كمل معايا. انا بص، الفيديو ده هقول لك كل اللي في قلبي، يعني اقسم بالله لو هيجيب 10 مشاهدات بس، انا عايز ال10 دول يفهموا اللي انا عايز اوصله. مش عاجبك اكتب لي تحت في الكومنتات وانا همسح الفيديو ده. انا مش متعصب، انا بس عايز افهمك انا يعني انا بتكلم معاك كاننا اخوات او كاننا قاعدين على القهوه مع بعض، مش طالع بقى كاتب سكريبت وبصور لك فيديو قاعد احكي لك واحاول ان انا اطلع لك ان الدنيا روتين ومش عارف، لا. انا بحكي لك حاجه انا مشيت عليها وانا السنه دي هتخرج، حاجه انا واخدها في حياتي، يعني انا بعمل كده. انا عايزك تعمل كده. مش عاجبك في الاخر يا عم اعمل لي انفولو، تمام؟ اوعدك بس ان انت تستفاد. يلا بينا بقى. انا حاسس ان انا اتكلمت كتير قوي، انا كاني قاعد على القهوه بجد. لما تحس نفسك اللي انت وقعت، بلاش اول حاجه انك تبداها بجلد ذات. ولما تحس نفسك وقعت مش بس في مذاكره، في اي حاجه في حياتك بلاش تبداها بجلد ذات. اول خطوه مش ان انت تذاكر برضه، اول خطوه انت تفهم نفسك. تفهم نفسك ازاي؟ واقسم بالله ما كلام تحفيزي، انك تفهم انت عايز تبدا الاول منين. بص، الانسان مننا، تمام، متقسم لثلاث حاجات، انا اللي مقسمهم، تمام؟ دول من وجهة نظري انا. كمل معايا بس، والله لو مش عاجبك كلامي اعمل لي انفولو في الاخر. احنا الانسان متقسم لثلاث حاجات زي ما قلت لك من وجهة نظري انا: عقل، جسم، ونفس. مش نفس، نفس. نفسك اللي هي كانت الاول دوامة لا، ما قبل ثانوية عامة، اللي كانت بتحب دايما، اللي فاكسة المذاكرة ودايما بتحب اللعب وتروح تلعب بلاي ستيشن، مش عارف بيروح فين بتروح فين. النفس دي لما تيجي في ثانوية عامة تجبرها انها تذاكر بالعشرة ولا 12 ساعة والشغل الفيديوهات التحفيزية دي، اقسم بالله ما تعمل حاجة في حياتك، تمام؟ هتبقى دايما مش طايقة اللي هي بتعمله. ولو صدقني لو دماغك مش مركزة وانت بتذاكر، عمرها ما هتعمل اي حاجة. وهنرجع للنقطة دي كمان شوية، بس ركز معايا، تمام؟ اول حاجة، انت شخص مراكم، نفترض انك مراكم باب بس في الفيزياء. الباب ده خده كده على جنب واركنه، انا تمام، جدولك انت اللي تعمله، فكك من بتوع العشر ساعات، فكك من الناس اللي بتنزل لك جداول. ما تتفرجش على ناس بتعمل لك جداول، لانك انت كل يوم مش بنفس الطاقة دي، ومفيش حد فاهمك، انت الوحيد اللي فاهم نفسك. حلو قوي الكلام، تحسه جامد، بس عايزين نفهمه مع بعض. اول حاجه تحط على جنب، تمام، الحاجه اللي انت مراكمها. شوف هي ايه، شوف انت مراكم ايه واكتبه كده. عايزك تكتبهم بس كده، مش في جدول، اكتبهم، تمام؟ دلوقتي انت كتبت الحاجات اللي انت مراكمها، يبقى احنا كده خلصنا من اول حته. احنا المفروض نعمل ايه؟ انا قسمت لك ان الانسان متقسم لعقل، تمام، وجسد ونفس. نفس مش نفس. الجسد ده انت لازم تديله طاقته من النوم، تمام؟ والنوم ده عايز روتين. بلاش تسهر بالليل. صدقني انك تقوم بعد الفجر، تمام، وتصلي وتبدا كده يومك الصبح كده كينج، تبدا كده كشخص كينج، تبدا تذاكر. حلو. اديله وقته من النوم الكفايه. صلي،
اعمل الحاجات الاساسيه البيزكس بتاعت الانسان المسلم، اعملها ارجوك في ثانويه عامه اعملها. يا عم تعالى على نفسك، ما تبقاش ملحد، اعمل الحاجات العاديه. تمام. انا بقول لك ده كله ليه؟ لان انا مش عايزك تذاكر 10 ساعات، واقسم بالله ما عايزك تذاكر ال10 ساعات دول. انا عايزك تذاكر في اليوم 5 ساعات، بس انا عايز ال5 ساعات دول يكون 5 ساعات بجد. الساعه اللي انت فيها في البلاي ستيشن انت فاكس للدنيا كلها، مركز في البلاي ستيشن. وال5 ساعات اللي انت بتذاكرهم يكونوا ال5 ساعات دول في المذاكره بس، دماغك بقى ولا في سوشيال ميديا ولا في صحابي. تمام. ولا بتقارن نفسك بحد ده وصل فين، ولا بتقارن بجلد الذات انا ابن خالة ست عمتي جاب 99% لازم اجيب زيه. انت الناس دي كلها مش في دماغك. انا 5 ساعات فيهم ماسك الكتاب بحل، عارف انا عليا ايه، المفروض اخلص ايه، عامل لي نوتة كده كاتب فيها انا خلصت الصلاة اكتبها. اكتب الصلاة. مش الناس في 2025 بالنسبة لها الصلاة دي حاجة جديدة. صلي. تمام. مذاكرتك تمام، مقسم القديم اللي متراكم في جنب، الجديد اللي انت ماشي عليه اللي انا هعمله النهارده ده في جنب، القديم بقى انت تذاكره ازاي اللي انت مراكمه ده. هو قلت لك في بداية الفيديو ايه اللي هو يعمل منك في شهرين ما تلموش في يومين. ازاي بقى ما تلموش في يومين؟ ما تعملش جدول 10 ساعات. جدول 10 ساعات ده فاكس. خد محاضرة واحدة من القديم مع محاضرة واحدة من الجديد. الجديد انا باخده وبذاكره وبحل عليه. القديم اعمل معاه نفس الحوار بالظبط. ببدأ اخد المحاضرة القديمة افهمها، اكتب الحاجات، تمام، ابدأ احل. ال5 ساعات دول لو انت بتستغلهم وانا بس دماغي في المذاكرة بس، تمام، صدقني انت هتوصل لنتيجة حلوة قوي. انا دلوقتي في كلية، المذاكرة انا اللي بختارها مش هي اللي بتختارني. انت عندك المذاكرة هي اللي بتختارك وهي اللي بتجبرك انك تذاكر، مش انت اللي بتختارها بمزاجك. فلما تختارها انت بمزاجك هتبقى شخص كأنك في كلية بالظبط. وده اللي الناس بتفهمه لك وتقول لك اتعب في الثانوية عشان ترتاح في الكلية. فكك بقى من ترندات التيك توك. فعلا في الكلية انت بتختار بمزاج، حتى لو متعبة انت اللي بتختارها مش هي اللي بتختارك، ومفيش ضغط ومفيش الحاجات دي. فالضغط لو اتشال من عليك من ثانوية عامة اصبحت كأنك انسان حر، كأنك في كلية، كأنك في سنة عادية من السنين القديمة. وده اللي انا عايز اوصله لك من فكرة الفيديو لحد دلوقتي. حاجة مهمة تانية انك لازم ترتب اولوياتك. الاولويات دي في جوه المواد بقى. انا قلت لك ازاي تكون انسان عادي، انا عايزك تخش هنا بقى المذاكرة نفسها. اولوياتك في مواد كده بيبقى انا ضايع فيها من وانا صغير. يعني مثلا انا كنت علم رياضه، فكنت شاطر جدا في الرياضه والفيزياء، بس كنت واقع في الكيمياء. الكيمياء دي فضلت وراها هي الاولويه بتاعتي، ان لما باجي ابدا مذاكره، تمام، كنت ببدا بالكيمياء دي، او اللي انا هي اللي محتاجه مني الوقت اللي دماغي فيه في كامل نشاطها. فكنت ببدا بالكيمياء دي اول حاجه. طبعا انا عشان كتحفيز، يعني من نوع بقى التحفيزي، يلا انا جبت في الكيمياء 56 من 60. على فكره ما كنتش بفهم كيمياء خالص خالص بقى. اللي هو انا مش جاي اقول لا، اقسم بالله ما كنت بفهم الكيمياء دي. وعندك العضويه دي، لو انت لسه ما وصلتش للعضويه، انا ما كنتش بفهم عضويه خالص. مش فاهم انا ولا حلقات البنزين ولا بوريبين ولا بروبان، ولا مش فاهم حاجه، ولا الكين فكك من الشغل ده، انا مش فاهم اي حاجه خالص. جبت 56. اقسم بالله الكيمياء دي انا كنت بخاف، اللي هو انا قلت الكيمياء دي انا هجيب فيها 20، هجيب فيها ارقام فظيعه، فكنت بذاكرها كل يوم. فانا بقول لك رتب اولوياتك وما تكونش خايف. واقسم بالله ما كنت خايف منها. انا كنت ببداها كاولويه عشان انجز من الكيمياء دي. ولما لقيت نفسي بحل فيها، بدات احل لوحدي امتحانات بقى في النهايه بقى، وكتاب مندليف اللي هو متعقد ده، حاسس نفسي ان انا كينج. لما توصل للمرحله دي حتى لو ما جبتش مجموع هتبقى طول عمرك شاري دماغك. انك تطلع من ثانويه عامه نفسيتك فيها حلوه احسن من مليون واحد جاب مجموع وطلع من ثانويه عامه نفسيته زي الخرا. واقسم بالله ما هتفهم ده غير لما تخلص ثانويه عامه. تاني حاجه تعمل ديدلاين. الديدلاين فكك من الناس اللي بتقول لك اعمل ديدلاين شهرين وثلاثه وكل الهري ده، والفيديوهات الكتير بتاعت الريتش. فكك من الناس دي كلها. الديدلاين اعمله 3 ايام بس. ما تعملش ديدلاين لشهر ولا شهرين. ليه؟ لانك انت مش بالطاقه دي كل يوم، والجداول اللي انت بتقعد تكتبها لي وتعلقها دي مش هتمشي عليها. عشان احنا انسان. احنا انسان ازاي؟ احنا بني ادمين. البني ادم مش ماشي بورقه وقلم ووقت. بص، ساعه 10 ودقيقه هنوقت الفطار، 10 و5 دقايق لازم انتهي من احتساء الفطار. مفيش بني ادم كده. مفيش بني ادم كده. انا جاي اقول لك مفيش بني ادم كده. اعمل ديدلاين صغير. الديدلاين الصغير هيفرق معاك في الانجاز. انا لازم اخلص المحاضره دي في اليوم ده كذا. عارف اول ما هتعلم جنبها علامه الصح، اقسم بالله تحس ولا مش علامه الصح انك بس سمعت المحاضره، علامه الصح انك حليت عليها. بعد ما تخلص تحس نفسك اللي هو طب ما انا شغال، طب ما العجله دارت، طب ما نخش في المواد كلها. طب ما الديدلاين الصغير بيفرق. الديدلاين الكبير ده، الحاجه اللي انا انجزتها النهارده مش هتحس ان انا ما عملتش حاجه. بعد شهر هتقول ايه ده، هي المحاضره كانت رقم واحد ده انا نسيتها ولا ايه. ما انجزتش وما مشيتش عليها وراكمت. هتراكم تاني. يعني انت عامل جدول عشان تلم المتراكم، هتراكم تاني لانك جايز تتعب، جايز يحصل اي حاجه بعيد الشر، مثلا مش عارف ايه، اخوك اختك
ناس مثلا زارتكم في البيت، ايا كان ايه اللي حصل، ما قدرتش تمشي على الجدول اللي انت كنت عامله ل10 ساعات. انا عارف انا بقول لك ايه، انت ممكن يكون حصل لك كده وانت بتتفرج على الفيديو اصلا، ممكن تكون بتتفرج عليه وانت قاعد معاهم بره في الصاله. عايزك تفهم ان الثانويه العامه دي مش نهايه العالم. الثانويه العامه نفسها اصلا بتختبر فيك حاجات بعيده عن الامتحان بتاع اخر السنه. الصبر، انك تكون نفسك سويه، انك تقدر تتحمل سنه كامله بتذاكر فيها. صدقني في ناس هتيجي عند شهر واحد واتنين وتفكس للمذاكره. تمام، ما هو ضاغط نفسه يا عيني بيذاكر 12 ساعه، يكون قاعد مجبور على حاجه، احساس وحش. الاجبار في اي حاجه وحش اصلا، مش في المذاكره بس. يعني عشان كده بقول لك اللي بيخرج منها يعني وهو كويس احسن من اللي جاب مجموع. تخيل بقى تجيب مجموع بقى وتطلع كويس، ده انت معدي. يا عم يا رب تعملها، يا رب. الخلاصه، انا عايزك تطلع من ثانويه عامه وانت فاهم نفسك. ليه انا بقول لك تفهم نفسك؟ لان الاف الفيديوهات على السوشيال ميديا قرفك بحاجات خزعبليه انت مش قادر تستحملها، وضاغط نفسك يا عيني، وعمال تعمل في ده وتعمل في ده، واهلك والمجموع اللي انت عايز تجيبه. الخوف نفسه وحش اصلا. انا مقدر انت بتحاول تعمل ايه، لان وانا عندي 18 سنه تمام شبهك بالظبط، كانت كل حياتي كانت متقدسه في الحته دي. ما قدرتش، ما كانش عندي الوقت ان انا اقرا كتب، ما كانش عندي الوقت ان انا اشوف ابحاث، ما كانش عندي الوقت ان انا اعيش حياه غير حياه المذاكره. عامل زي البقره بتطلع تتربط على البتاع، تاكل وتشرب، ما فيش حياه تانية. ما عنديش الوقت ده. والوقت اللي كان بيجي لنا في الاجازه بنروح نلعب، بنروح نعمل اي حاجه، بنروح مصيف، بنعمل حاجات روتينيه برضو. يا رب الفيديو ده يكون توعيه، وانا اقسم بالله مستعد ان انا امسح كل الفيديوهات التانية. قول لي امسحها وانا امسحها، واسيب لك الفيديو ده بس، واقفل القناه على كده. انا اسف ان لو كنت منفعل او بتكلم بسرعه، لاني مش عايز اضيع وقتك، او في فكره ما قدرتش اوصلها برضو، لان انا عايزك، اللي هو انا عايز لو احنا قاعدين على القهوه وانا قاعد نتكلم بقى، وده يقول لي مثلا نعمل دي ازاي، مش عارف ايه، طب دي انت جايبها من كتاب ايه، فاقول له الكتاب. اللي هو عايز تفاعل بس يعني. اتمنى اكون وصلت الفكره. مش عايز اعمل مونتاج للفيديو، بس هعمل، لان ممكن في اجزاء اكون مثلا سكت فيها، او اللي هو انفعلت فيها فاشيلها. المهم لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وسبسكرايب للقناه، ولو ما عجبكوش الفيديو اعملوا لي بلوك، لان انا رغيت كتير، وفعلا لو ما استفدتش من الرغي ده اعمل لي بلوك، عشان انا ما استحقش انك تتفرج عليا الوقت ده كله لو انت ما استفدتش اي حاجه. فاتمنى تكونوا بخير وتقدروا توصلوا اللي انتوا عاوزينه، وتطلعوا من ثانويه عامه مرتاحين. وسوري لو اي كلمه اتفهمت غلط، انا اسف. وبس اشوفكم فيديوهات تانية جايه كتير، كور تانية. يعني بصوا، من هنا للصبح، وده يدل ان انا عندي وقت اقرا كتب، وعندي وقت ان انا اقول لكم حاجات من هنا على حاجات من هنا. انتوا اخواتي برضو. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.